السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم اخواتاتي. اليوم نعطيكم اسرار كامل تاع السفنج وكيفاش يصلح معاك. شوفي الخفة تاعو وشوفي زمناش يجيك خفيف وفارغ من الداخل. روعة روعة، مستحيل ما يجيكش وتطبقي الوصفة بحذافيرها. كذلك لازم سميد متوسط مليح، كون موالفة تعجني بيه وتجيك حاجة مشابة. نبداو. حطيت 4 كيسان سميد متوسط هكذا كيلو بنفس الكاس. نزيد لهم نص مغرفة تاع ملح ونزيدو مغرف سكر، نحطو النواشف كامل، ومن بعد نزيدو ربع كاس تاع الزيت. ربع، انا ما وصلش للنص، ربع كاس زيت يعطينا الطراوة. نزيدو مغرف تاع خميرة الخبز ومغرف تاع خل. انا هذيك المغرف تاع الخل نضيفها في جميع مخبوزاتي تعطيني خفة. انا بديت بالكاس الاول حطيته تاع الماء ولميت العجينة تاعي وزدت نص كاس هكذا. لمي مليح وشوفي عينك ميزانك. انا حطيت كاس ونص، والنص الباقي تاع الكاس نكمل به العجن فيما بعد. لميت العجينة تاعي هكذا، ندلكها شوية ونكمل هذاك النص تاع الكاس تاع الماء، كملت به العجن تاعي. من الأحسن نعجنوها مليح مليح حتى تشوفي العجينة طرية بين يديك. أنا خليتها هنايا ريحت 20 دقيقة، ومن بعد 20 دقيقة زدت حطيتها شوية في العجان تاعي. من الأفضل تريحي العجينة تاعك. ضربتها مليح بالعجان، شوفوا كيفاش ولا التكستير تاعها. لازم شويه تجي طريه تتلاصق، ما لازمش ديريها يابسه باه يجيك السفنج تاعك خفيف وطري وهشوش. هكذا كملتها كما قلت لك. انا خليتها 20 دقيقه وزدت عجنتها بالعجان. هنا نبداو نشكلوا فيها كرات صغار هكذا. وانتي الماء حسب السميد تاعك، لكن السميد تاعك يشرب تروحي حتى 2 كيسان ونص حتى 3 ماء. انا هنا دات لي 2 كيسان وشويه فقط. نخليوها تريح مده نصف ساعه حتى تخمر شويه، ونرجعوا نشكلوها ونقلوها. هنايا شكل الخفاف تاعي ولا السفنج كل واحد كيما يحب. انا ولادي يحبوه كيما الدوناتس، ديما نديروه لهم كيما هكذا. شكلوا معانا الكريات الكل، ومن بعد نحط المقله تاعي تسخن ونبدا نقلي فيه. لازم يكون الزيت قوي وسخون مليح باش نبدا نقلي. لازم زيت غزير يغطي الحبه تاعي ويكون سخون بزاف هكذا. شكليهم معايا كيما هكذا. هذه خليتها دائري، ما درت لهاش الشكل تاع الدوناتس. نوعت بيناتهم، نص شكلته ونص خليته دائري هكذا. بعد ما سخن الزيت تاعي مليح مليح مليح، جربي فيه هكا ديبول صغار وشوفي. لازم يكون سخون باش تطلع معاك بهذا الشكل. وتبداي لازم تحطيها وتبداي عليها بالزيت من الفوق، تمرغيها كامل. بداي يخفقي هكذا، كملي كملي حتى تطلع معاك الحبه. نزيد الحبه الزاوجه. شوفوا كيفاش لازم تطلعي الزيت فوقه وهو سخون باه تنفخ معاك. كي تشوفيها انتفخت حبسي وقلبيها هكذا. هو سر القليان تاعو، السر كامل في التقليه. كي ديري الطريقه صحيحه ينفخ معاك مليح. شوفي هنايا الناحيه هذه حمرت، وزيد نقلب هذيك ونحط واحده اخرى. لازم من تنحي واحده تحطي واحده. شوفي معايا كيف تضربي الزيت فوقها مليح 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 بتطلع معاك. شوفي كيف تبدا بشويه بشويه. كي تشوفيها طلعت كامل حبسي هذيك الطريقه. شوفي هكذا حتى نكمل الحبات تاعي كامل ونشوفهم بصحن التقديم. جا ما شاء الله خفيف ريشه. تحبي تعمريه بكونفيتور بشوكولاته عطلي اللي يبغوه ولادك واللي متوفر عندك في الدار. تحبي ديري له السكر العسيله، انا حطيت له شويه عسيله فقط وكلاوه. بصح جا تحفه. مستحيل تجربي الطريقه هذه وما يجيش معاك. هذا هو
كامل اسرى تاع السفنج فيها. شوف جاو خفاف ريشهم ماهمش ميدمين، حطيت عليهم العسيله وبصحتكم. نصيحه ما تضيفيش فيه الفرينه هي اللي تجبد لك الزيت ويجيك ميدم وثقيل.